يوم في حياة مش مثالية وأنا رايحة بكرة لأهلي، فاليوم النهاردة مليان أحداث. بدأت اليوم طبعا بإني فتحت الستاير وكنت سمعت بنوتة بتقول لو عايزة تاخدي أحسن نتيجة من البخور خلي الفحم يبقى لونه رمادي كده وبعدين بخري. فعلا حسيت بالفرق وكمان كانت الريحة أقوى. شغلت صورة الكهف وبعدها بقى دخلت عملت سندوتشات ليا أنا وزوجي العزيز. وبعد السندوتشات كان لازم 2 قهوة، وقهوة يوم الجمعة دي أنا بالنسبة لي عشق خاص كده علشان بنقعد نرغي أنا وزوجي العزيز. المطبخ الحمد لله كنت مشطباه من بالليل، بس حسيت الظرف كانت محتاجة نظافة فشغلت الجهاز ده وعملته. وحسيت اني محتاجة اعمل حاجة سريعة وحلوة فعملت حاجة سريعة وحلوة فعلا. وانا مش دايما بعتمد الكورن فليكس اللولي، بس انا بعمله في الاوقات اللي انا محتاجة ان هي تاكل هي كمان حاجة سريعة. دخلت بقى للأوضة وكنت جايبة كفر لحاف جديد، بس حسيت الفرق بجد جامد جدا. اللحاف التاني كان قذر حرفيا. كده حسيت بأجواء الجمعة كده. وانا لما بحب اكل محشي بعمله قبلها بيوم. يا جماعة حطيته كله في حلة واحدة وكان ريحته حلوة وطعمه كمان حلو قوي. ودخلت حمرت الحمام، وبكده نقدر نقول الحمد لله على اليوم اللي بيمر في سلام. لا إله إلا الله.